عليكم حبايبي، أهلا بكم في كل مكان. أهلا طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حلقة مع بعض في دروس اللغة الإنجليزية للمنهج الجديد إن شاء الله بتاع اللغة الإنجليزية بإذن الله مع بعض. يلا نبدأ كده ونشوف مع بعض المنهج بتاعنا عامل إزاي. المنهج بتاعنا مكون من 6 وحدات إن شاء الله. تمام. هنبدأ النهاردة مع الوحدة الأولى اسمها Egypt's Heritage. Egypt's Heritage يعني التراث المصري. التراث المصري. في البداية هنبدأ مع بعض كده ناخد فكرة عن الكلمات إن شاء الله. نبدأ مع بعض كده. طبعا كلمات الدرس الأول عندنا والتاني مع بعض. الجزء الأولاني الدرس الأولاني اسمه Talking Pride in our Private Egypt، والدرس الثاني Moments that shaped us. هنتكلم مع بعض الأول، نقرأ الكلمات إن شاء الله مع بعض، نحاول ننطقها كده عشان نبدأ نحفظ، ثم ناخد تمارين على الكلمات، ثم جزء القواعد. هنبتدي مع بعض إن شاء الله في سلسلة بسيطة مع بعض بإذن الله. نبدأ. عندي الكلمة الأولانية اسمها ancestor. ancestor ancestor اللي هو سلف أو جد، يعني سلف أو جد. تمام. اللي هو من ناحية الأبناء. attraction 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 معلم أو حاجة كده يعني بتجذب السياح بمعنى صح. عفوا. awareness 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 اللي هي الوعي. awareness. الكلمة التانية عندي اللي بعدها contribute يساهم. contribute. determination عزم أو إصرار. بالنسبة بقى للحاجات اللي بين الأقواس دي، حرف ال N معناه noun يعني اسم، والV يعني verb الفعل. ولو لقيت حرف الدي معناها ان الماضي منه بحط له حرف الدي، يعني لو انا حبيت اجيب التصريف الثاني احط له حرف الدي او الاي دي. ده معناه ان الفعل ده فعل منتظم. فعل منتظم. طيب احنا قلنا عندي determination يعني عزم واصرار. gather يجمع او يتجمع. gather دي verb برضو. greatness العظمه، جاي من كلمه great كبير او عظيم. greatness. hieroglyphs يعني الرموز الهيروغليفية أو اللغة الهيروغليفية القديمة. honor يكرم لو جت بمعنى فعل، وشرف أو مجد لو جت بمعنى الاسم. طبعا زي ما قلت لك هي هنا verb وناون فعل واسم في نفس الوقت. ولو حبينا نجيب منها الماضي أو التصريف الثاني نحط لها ed. honor شرف أو مجد، أو تأتي بمعنى فعل يكرم. national identity معنى الهوية القومية أو الهوية الوطنية أو الهوية القومية، يعني التعريف بتاع الشخصية نفسها. inspiration عندي inspiration اللي هي إلهام أو تشجيع. inspire الفعل منها يلهم أو يشجع. inspire. legacy اللي هي إرث أو ميراث، حاجة يعني ورثتها عن الأجداد. legacy. نايت بورد عندي حي أو مجاورة، أو تمشي بمعنى كلمة جيران برضه أو جار. نايت بورد. طبعا دي نون. preservation حفاظ أو صيانة. preservation الفعل منها preserve اللي هي يصون أو يحفظ. preserve. عندي بعد كده privilege عندي لو شرف أو امتياز أو ميزة. progress يتقدم، أو التقدم برضو نفسه بتمشي فعل واسم. عندي برضو ممكن لو أنا حبيت أجيب منها الماضي تقدم أحط لها ed يعني التصريف الثاني. progressed. restore يستعيد. يستعيد أو يرمم أو يصين. تمام. برضو دي فيرب، لو حبيت اجيب منها الماضي احط لها دي. طبعا الفرق بين الاي دي والدي ان الفعل نفسه لو بينتهي بالاي انا هحط له دي بس، لكن لو مش اخره اي هحط له اي دي. طبعا الكلام ده في حاله ان يكون regular verb يعني فعل منتظم. بعد كده عندي سكيرفس يعني تضحيه او يضحي من اجل تضحيه. سكيرفس.
تمام. طيب بعد كده تعالوا نشوف مع بعض باقي الكلمات في مفردات مهمة جدا عندنا. احنا ان شاء الله هناخد كل الكلمات مع بعض. عندنا archaeologist 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 عالم آثار archaeologist archaeologist architect مهندس معماري architect 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 balance balance يوازن أو توازن balance برضو ده تمشي noun و verb balance. بعد كده عندي beat better اللي هي ينبض تمام أو يخفق أو يضرب برضو أو يهزم، تمشي مع ضربات القلب أو هزيمة مثلا لفريق كورة أو غيره. طبعا ده فعل غير منتظم. beat pattern تصريف أول تاني تالت. beauty الجمال beauty beloved beloved أسف beloved محبوب beloved طبعا دي صفة beloved capable عندي قادر capable دي طبعا برضو صفة capable crave ينحت crave challenge يتحدى أو تمشي برضو معنى تحدي، يعني تمشي noun تمشي verb. عندي citizen مواطن citizen. بعد كده عندي compare يقارن compare جاي من comprehension وكده يعني. connection اتصال connection. بعد كده عندي contain قارة contain. بعد كده عندك core عندي جوهر أو لب أو أساس برضو بمعنى صح تمام. courage شجاعة courage crossroads يعني مفترق الطرق تمام. هي cross معناها عبور لوحدها وروتس معناها الطرق، لكن هنا عبور الطرق يعني مع بعضها كمصطلح بتبقى crossroads مفترق الطرق. develop عندي اللي هو يطور develop. duty واجب duty. economy اقتصاد economy. effect تأثير effect. encourage يشجع encourage. طيب تعالوا نشوف العمود الثاني مع بعض من البداية كده. عندي era اللي هو عصر air event اللي هو حدث او شيء هام. لما اقول لك احنا هنعمل ايفنت النهارده يعني هنعمل شيء كده ايه مش ما حدش عمله قبل كده يعني ايفنت. exchange يبدل او يتبادل طبعا دي فيرب exchange. export يصدر export وممكن تمشي بمعنى يخرج برضه. funding اللي هي تمويل funding بس يقول لك البنك المركزي مول المشروع الفلاني يعني funding يعني يمول. generation عندي جيل generation. crown عندي حبوب أو غلال. growth ينمو أو نمو cross. harmony وئام أو تناغم أو يعني في ود بينهم بين بعض تمام. harmony. hysterical تاريخي hysterical. home طبعا بمعنى منزل أو بيت كبير وبمعنى برضه في نفس الوقت بمعنى كلمة وطن تمام أو موطن تمام. دايما احنا بناخد هوم وهاوس اللي هو المنزل العادي بتاعنا، لكن الهوم هو المنزل الكبير أو إيه أو الوطن نفسه. هوملاند عندي الوطن أو أرض الوطن هوملاند. eminence عندي eminence هائل أو ضخم eminence. import يستورد import. luck طبعا دي noun وverb وتصريف تاني منها ed. luck يعني يحتاج أو ينقصه تمام أو يعوز تمام. بعد كده عندي lead يعني يقود طبعا تأتي من كلمة leader اللي هو القائد عفوا تمام. led
طبعا ده ايه التصريف الثاني والثالث منه لان ده فعل غير ايه منتظم. ميشن عندي ميشن مهمة او بعثة. بيبرز عندي اللي هي ورق البردي بيبرز. بوسيز يمتلك بوسيز يمتلك. باورفول قوي او قوة. تمام باورفول قوة. برايد فخر برايد فخر او ايه او كبرياء. طيب تعال نشوف مع بعض كده. هنا احنا باقي الكلمات بتاعتنا، معلش هي كلمات كتيرة بس يعني ده منهج أولى ثانوي مش أولى ابتدائي. نيجي برضه نبدأ بالعمود على إيدك الشمال. بروفيشن عندي بروفيشن تمام اللي هي مهنة أو بروفيشن. تمام بروفيشن. بروتكت يحمي بروتكتور حامي. تمام. براود فخور أو متكبر فخور براود. ريليز عندي يدرك أو يفهم ريليز أحط لها دي تبقى ريليزد فاهمة أو أدركة. ريكونكت يعني يتصل مرة تاني أو يلم الشمل أو يجمع أو يضم كده. ريكورد يسجل. تمام ريكورد يسجل لو جاب معنى فعل، ولو جاب بناون كاسم تبقى سجل ريكورد. ريمايند يذكر ريمايند فعل طبعا. ريكوير يتطلب أو يعني يحتاج إلى. responsibility مسؤولية responsibility. rise يشرق risen ده التصريف الثاني والثالث. rise يعني يشرق أو يرتفع أو يزيد، وممكن برضه تمشي بمعنى يستيقظ. نروح الناحية التانية مع بعض. عندي شاب شكل أو يشكل لو كاسم أو كفيرب. suffix عندي يعني هام. source مصدر أو منبع. تكنيك اللي هي تقنية ترايد عندي تجارة أو يتاجر بمعنى صح برضو كفعل وكاسم. treasure كنز تمام. يونايتد متحد زي يونايتد ستيت الولايات المتحدة. أوربن عندي حضري زي ما بقول لك تمام أو حضاري يعني شيء كده حديث. valuable عندي ذو قيمة أو قيم يعني valuable. value بيقول لي هنا عندي بمعنى قيمة أو يدرك قيمته. value. youth عندي اللي هو الشباب شباب تمام. طيب تعالى نشوف بعد كده المفردات الرئيسية. عندنا across يعني عبر تمام أو عبر across. art فن art. بعد كده عندي أثر مؤلف أثر. centerly عندي مركز أو مركزي centerly طبعا دي صفة. change عندي تغيير أو يغير تمام. climate change التغير المناخي climate change. disagree يختلف. هو agree معناها يوافق يعني يتفق، فdisagree هنا معناها ايه يختلف. fix يصلح fix. flood فيضان flood. interview مقابلة أو حوار تمام كلنا نسمع عنها طبعا. Islamic يعني إسلامي Islamic. medicine طبيب أو الطب يعني نفسه أو الدواء medicine تمام. ده نون طبعا. نروح الناحية التانية مع بعض. parallel عندك parallel موازي أو ماشي قصاده يعني تمام. prepare عندي يحضر prepare. recently مؤخرا recently. role اللي هو دور role. shooting star اللي هو الشهاب. shooting معناها أصلا أو shot معناها يطلق. star نجمة shooting star يعني يطلق نجمة هنا تبقى اللي هي الشهاب اللي بيظهر في السماء عندي. shown تمام. showed عندي shown يعني ده معناها يظهر أو يوضح وده طبعا فعل غير منتظم تصريف أول تاني تالت. site موقع. spicy عندي اللي هي توابل أو بهارات حاجة بتحطها على الأكل وكده. sample رمز sample. take pride
يعني يفتخر مع بعضها. I take pride my heritage، أنا بفتخر بتراثي. تمام. I take pride my father، أنا بفتخر تمام أو بفخر بأبي. temple عندي اللي هو معبد. temple. upper Egypt صعيد مصر. upper Egypt صعيد مصر. طيب بعد كده هناخد شوية كده أسئلة مع بعض على الكلمات اللي احنا قلناها من شوية. تمام. عندي هنا بيقول لي سؤال أول. أمل found space in the story of a young inventor who solved a local problem. تمام. أمل وجدت في القصة تمام المخترع الشاب الذي حل المشكلة المحلية. هنا responsibility ولا harmony ولا inspiration ولا economy. طيب يا مستر احنا لسه محفظناش الكلمات. تمام. تعال نشوف مع بعض كده. لو بصينا responsibility مسؤولية، وharmony معناها وئام، وinspiration عندي اللي هي ايه معناها إلهام. تمام. وايكونومي معناها اقتصاد. طيب هي قرت قصة تمام يعني أكيد وجدت ايه الحل من المخترع ده، يعني تم الإلهام إليها أو وصلت لحاجة معينة. عشان كده هنختار الاختيار سي inspiration مع بعض. طيب ancient monuments عندي ancient monuments الآثار القديمة are part of our national، يعني تكون جزء مش عارف ايه القومي بتاعنا. that attract tourists التي تجذب السياح. legacy التراث. effect تأثير. courage يشجع. بجران عندي. طيب يا ترى هتكون أكيد طبعا legacy national legacy اللي هو التراث ايه القومي بتاعنا. طيب هنا بيقول لي archaeologist العلماء الآثار أو المهندسين الجيولوجيين. space damage monuments الآثار المتدمرة. يا ترى import ولا رايس ولا restore ولا كيرف؟ أكيد طبعا أنا هاخد إيه؟ برافو عليك restore اللي هو إعادة ترميم مرة أخرى. طيب بعد كده تعالوا نبص كده على شوية الأسئلة اللي بعد كده. أنا عشان بس طولت عليك في الحلقة هسيبك إيه تحلهم أنت وأصحابك في التعليقات. تمام. أنا مش هديك كتير يعني الكام حاجة دول. أنا وقفت الشاشة كده عشان بس تبص عليهم. تعمل توقف لي الشاشة وبعد كده هتكمل معايا باقي الصفحة. هي سهلة يعني ما تخافش مش صعبة. تمام. في حاجة وقفت معاك ممكن تستعين بقاموس أو تترك لي على الكومنتات بتاعتك في التعليقات اللي أنت محتاجه. تمام. طب نكمل الصفحة كفاية كده. تمام. طيب أترككم في رعاية الله وأمنه، ويا رب تكونوا استفدتوا إن شاء الله، وأشوفكم على خير بإذن الله. وهنكمل مع بعض في حلقة تانية إن شاء الله القواعد بتاعت الدرس الأول والثاني طلاب أولى ثانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.